يلا بينا. الفامباير رقم 1 هو الناس اللي حواليك. انت مستقبلك بيتحدد بالناس اللي حواليك. قبل ما نتكلم عن الناس اللي حواليك خلينا اقولك ان الطاقة دي عبارة عن موجات بتمشي في جسمنا. على الرغم ان احنا مختلفين عن بعض ولكن احنا مرتبطين بالطاقة. هديك مثال بسيط. لما ممكن تبقى قاعد مع واحد وتبص تلاقيه تاوب، هتبص هتلاقي نفسك انت لا اراديا اتوبت. هي الطاقة زي كده. لو قعدت مع واحد وبيشحنك طاقة إيجابية أو هو عنده طاقة إيجابية، هتبص هتلاقي نفسك أنت بتتشحن طاقة إيجابية. وبرضه لو قعدت مع واحد مليان بالطاقة السلبية، هتبص هتلاقي أنت الطاقة اللي عندك بتخلص، الانرجي بانك اللي أنت صحيت بيه النهاردة بيخلص. فالناس لازم تنقي الناس اللي هتقعد معاهم. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن التوكسيك بيبل او الناس اللي هم بيدوك الطاقة السامة دي او الطاقة السلبية. لازم تبعد عنهم ولازم انت تدور على الناس الايجابيين. الناس الايجابيين مش هيدوروا عليك او الناس الناجحين مش هيدوروا عليك، انت اللي لازم تدور عليهم. والناجحين بيدوروا على بعض، يعني لازم تدور في وسط اصحابك مين الايجابي او مين الناس الايجابيين اللي انت تقضي وقت كبير او وقت اكتر معاهم عشان تتشحن بالطاقة.